كاين اللي غتعجبو هاد الأخبار وكاين اللي غادي تقلقو. الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم كتجدد الثقة في وليد الركراكي رغم خسارة النهائي ديال كأس إفريقيا 2025 بالمغرب، وكتطلب منه القيادة ديال الأسود نحو المونديال القادم. الركراكي كيبدا التحضيرات لتربص في مدريد في مارس بمباراتين دوليتين. أنباء متداولة كذلك تفيد على أن المغرب غادي ينسحب من تنظيم أي بطولة إفريقية مستقبلا في جميع الفئات، من بينها كأس الإفريقية 2028. في المقابل يتجه لتنظيم التظاهرات الدولية الكبرى ككأس العالم وكأس العالم للأندية وكؤوس السوبر وإلى آخره. بغينا الآراء ديالكم، اش بان لكم في الاستمرار ديال وليد الركراكي في القيادة ديال المنتخب المغربي؟ السؤال الثاني، اش بان لكم في هذه الأخبار اللي كتروج بأن المغرب غادي ينسحب من تنظيم جميع التظاهرات الإفريقية وغادي يتجه باش يبدا ينظم غير التظاهرات العالمية فقط؟